في سنة 1972 بعد الاحتفال بزفاف ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، طلب وقتها السادات من رئيس الإذاعة المصرية وجدي الحكيم إنه يجمع ما بين النقشبندي وبليغ حمدي في أنشودة، ولكن النقشبندي ما كانش موافق في التعامل مع بليغ حمدي، وقال لرئيس الإذاعة وجدي الحكيم: يا حكيم، ما ينفعش أنشد على ألحان بليغ الراقصة. فضل وجدي حكيم يقنع الشيخ النقشبندي واتفق معاه في الآخر إنه هيقعد نص ساعة مع بليغ حمدي، وإنها هتكون في كلمة سر ما بينه وما بين النقشبندي، وهي العمامة اللي كان بيلبسها على راسه. بمعنى إني لما يخش وجدي الحكيم بعد النص ساعة اللي قاعد فيها النقشبندي مع بليغ حمدي، لو لقى الشيخ النقشبندي العمامة زي ما هي على راسه، فده معناها إن هو مش مقتنع بالتعاون مع بليغ حمدي. ووقتها قال له: هعرف أتحجج إن في عطل فني في الاستديو وأنهي اللقاء، ولكن لو عجبك وقررت التعاون معاه فاخلع العمامة بعد النص ساعة. وفعلا قعد الشيخ النقشبندي النص ساعة مع بليغ حمدي، وبعدها دخل وجدي الحكيم لقى الشيخ النقشبندي قلع العمامة والجبة، وبين إعجابه الشديد كمان إنه يتعامل مع بليغ حمدي. وفعلا تم التعامل ما بينهم في أكتر من 14 أنشودة، وكان أشهرهم أنشودة مولاي اللي كانت بتتردد كتير وبنسمعها خلال شهر رمضان زمان، ودي كانت من كلمات عبد الفتاح مصطفى واللي أداها الشيخ سيد النقشبندي، وكانت الألحان لبليغ حمدي. فكانت الأنشودة هي بأمر مسبق من الرئيس محمد أنور السادات، اللي كانت بتربطه علاقة صداقة مع رجال السياسة والإعلام والدين والفن. أنشودة مولاي إني ببابك قد بسطت يدي الشهيرة، واللي لازالت مشهورة والكتير بيحب يسمعها، اللي أداها الشيخ السيد النقشبندي وعلى ألحان بليغ حمدي، ولكن اللي ما نعرفوش إن ما كانتش هيتم أدائها، وإن الشيخ النقشبندي كان رافض إن هو يأديها في بداية الأمر بسبب مشكلة، لولا تدخل الرئيس محمد أنور السادات اللي حل المشكلة. يا ترى إيه المشكلة وإزاي حلها الرئيس؟ سنتعرف، تابعونا.